في ناس كتير وانا متاكد ان انت منهم مشكلتهم مش الانجليزي، مشكلتهم الحقيقيه ان كل ما يجوا يبتدوا يتعلموا انجلش يقعدوا شويه ويقف يتحمس يومين وبعدها يمل من الموضوع كله ويحس انه فاشل. بس الحقيقه انا عايز اقول لك ان المشكله مش فيك، لانك بتتعامل مع الانجليزي كانه مهمه تقيله، كورسات، حفظ، ضغط، مقارنه ما بين ناس احسن منك في اللغه. فطبيعي انك تزهق طبعا، لان انت حاطط نفسك في المكان ده. وخليني هنا اقول لك على معلومه صغيره، انت مش محتاج 24 ساعه عشان تتعلم انجليزي، انت بس محتاج نظام تقدر تكمل بيه حتى وانت مش متحمس. فبدل ما تقول انا هتعلم كل يوم ساعتين او هقعد كل يوم ساعتين عشان اذاكر انجليش، ابدا ب10 دقائق بس، اسمع جمل، قرر، اتكلم مع نفسك. المهم ان الانجليزي يكون في حياتك. طبعا 10 دقائق قليل، بس الاستمراريه الصغيره اقوى بكتير من الحماس المؤقت. ففكره ان انت تكون متحمس من الاول وبعد كده يجي لك ملل، دي فكره شائعه جدا في الانجليش. بس انت لازم تمشي مع الملل ده، لان الملل بيبقى 50% من نجاح. يعني انت لو حاسس بملل، عايزك تتعامل مع الملل ده عشان انت هتنجح. لو عايز بقى تتكلم زي الاجانب بالظبط، ابعت لي كلمه انجليش في الكومنت وانا ابعت لك لينك قناتي على اليوتيوب. follow for more، واشوفكم على خير في فيديو جديد.